محدش منكم يا أصحابي يقدر يتخيل شكل نملة صغنونة وهي بتلمس نجمة في السماء. في الحكاية دي هحكي لكم قصة النملة سوسو والنجمة المنورة. كان يا مكان في قرية نمل صغيرة مليانة نشاط. كان في نملة صغنونة جدا اسمها سوسو. دي ما كانتش زي باقي النمل كده اللي دايما باصص في الأرض وبيدور على فتافيت السكر أو حتى حتة عيش. لأ، سوسو كان عندها هواية تانية خالص. كانت بتحب جدا جدا تبص على السما وتتفرج على النجوم. وفي ليلة من الليالي سوسو وهي بتبص على السما شافت نجمة بعيدة بتلمع قوي قوي فوق تلة الرمل اللي في آخر الجنينة. سوسو عينيها لمعت وقالت أنا لازم أطلع التلة دي وألمس النجمة بإيدي. أصحابها النمل قعدوا يضحكوا عليها وقالوا لها يا سوسو انتي نملة قد العقلة والتلة دي بعيدة قوي عليكي، خليكي في السكر والرز، النجوم دي مش لينا يا سوسو. سوسو ما سمعتش كلامهم، وتاني يوم الصبح لبست شنطتها الصغيرة وأخدت معاها زمزمية وبدأت المشوار. سوسو وهي ماشية قابلت طوبة كبيرة جدا، فضلت تتسلق فيها كأنها طالعة جبل إيفرست، وفضلت تقول لنفسها مكملة يعني مكملة. سوسو وهي في نص الطريق قابلت عم صرصار العجوز، سألها رايحة فين يا شاطرة في الشمس دي؟ سوسو قالت له طالعة ألمس نجمة. عم صرصار ضحك بحنية واداها حبة توت وقال لها يا سوسو الرجل الصغيرة بتمشي مشاوير كبيرة لو القلب صاحب قرار. بعد تعب وإرهاق شديد جدا سوسو وصلت أخيرا لقمة التل بالليل. مدت ايديها فوق على اخرها علشان تلمس النجمة، بس يا دوب لمست الهوا. النجمة لسه بعيدة جدا جدا في السما. سوسو كانت هتزعل وتعيط، بس لما بصت حواليها من فوق التلة شافت حاجة خلت زعلها يتحول لابتسامة كبيرة. شافت الجنينة كلها من فوق والورد شكله يجنن تحت ضوء القمر. شافت النهر صغير جدا كأنه حبل من الفضة بيلمع. سوسو في اللحظة دي حست إنها بطلة لأنها وصلت لمكان مفيش نملة غيرها عرفت توصله.